السلام عليكم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. جبت لكم واحد البيتزات اللي خطيرين بواحد العجينه سهله، ضروري ديريها لوليداتك. عندنا كبينا الماء، شو المقدار ديال العبار ديال الماء اللي درت. هنا عندي واحد عندي واحد العاشقه عامره ملوءه، عامره مزيان، عمريها قد العبار ديال الساشي اللي كتباع ديال درهم. غنديرو شويه ديال الملحه وشويه ديال الزيت عاديه. بالنسبه للزيت غنديرها غير عاديه، انا شويه الملح وشويه السنيده بجوج درتهم. خليو الخميره ديالنا تفائل مزيان. هاد العجينه السهله اللي غنعطيكم، وصراحه السر ديال الناس اللي في ايطاليا اللي كيخدموا كيديروا بحال هكا واحد البانيوات كبار، كيصبقوا الماء هو الاول والخميره وشويه ديال السكر شويه الملحه. هما ما كيديروش الزيت. المطاعم الكبار اللي في ايطاليا ما كيديروش الزيت، كيخليو الزيت حتى كيخدموا لي بات ديالهم كيبغيو يدخلوها. هنا هاد المرحله دي مهمه. غنقسموا الدقيق ديالنا على جوج الخطرات. الجبانيه الاولى غنخدموها مزيان ونخدموها جاريه، او العجينه ديالتك ما غتمحني فيها ما والو. هنا واحد العاشقه وغتخدمي بحال كتخدمي الكيكه ديالك، غتبقاي ديما فين ما ترشق لك ديري البيتزا ديال تبغي ديري البيتزا، ما غتعكزيش وما غتخرجيش تشريها على برا، يعني غتخليها. هنا كنزيد كنجري فيها على اسباق، غنزيد الدقيق الجبانيه الثانيه. شوفوا كيفاش خدمتها. تعودوا مره في الاسبوع بنادم يخرج ياكل بيتزا، وكتعرفوا البيتزا راه عزيزه على الناس بزاف، معتمدين عليها. هاد المرحله مهمه بزاف الا بغيتي البيتزا ديالتك تجي ناجحه. ومن اسرار البيتزا ديال المطاعم الكبار والبيتزا اللي كيخدموا بها يعني في البلدان، اكثريه الطاليان، اكثريه بحال هكا كيخدموا البيتزا جاريه، ماشي حنا كنخدموها بحال باغا نعجنوا العجينه ديال الخبز. علاش؟ باش تجيهم فشفشه وكتجي يعني كتمشي للمطاعم كتقولي علاش البيتزا ديالتهم ما كتخرجش لينا بحال البيتزا اللي كديروا في الدار. لا، غير من العجينه وحتى الفران. هنا هاد المرحله هاد الخدمه هادي بحال كتخدمي الكرواسه. ملي كتبغي تخدمي الكرواسه ديالتك كتبقاي ديري تني فيها وترجعي فيها وتني فيها هكا، وانتي كترجعي فيها، ماشي كدلكيها ولا شي حاجه، كتحليها وكتني والعجينه كتدخل باش العجينه ديالتك ملي تكوني تقطعي فيها وتخدمي فيها كتجيك ناجحه. كنقلب وكنعاود تاني. الدقيق اللي كنلوح ماشي باش نجمعها جاريه ولا شي حاجه، لا، حنا خص تبقى عندنا جاريه غير باش ما تلصقش ليا. هاد المرحله 3 الخطرات تخدمي هاد العمليه 3 الخطرات، وتشي العجينه ديالك كتسرحيها وتبرميها وتسرحيها وتبرميها وتسرحيها وتبرميها باش تجيك البيتزا ناجحه وزوينه. انا نخدم معكم مرحله بمرحله. هنا كدهنيها بالزيت. بالنسبه للفيديوهات اللي عندي ديال البيتزا شي 3 الفيديوهات، كل بيتزا في شكل. بالنسبه للبيتزا اللي غادي نعطيك واللي كندير، راه الصراحه شوفوا مزيان هاد اللحظه وغنكمل لكم علاش كنوريكم هكا. بهذيك الطريقه اللي كنا كنخدموا العجينه كنلفوها، تلفيها باش تجيك بحال هكا. بان الزوج ديالي كان كيعيش في الطاليان، وكان كيعاود لي على البيتزات ديالهم، واي بيتزا درتها كيعطيني النصيحات بزاف. لا، خاص هكا، خاصك ديري هكا، خاصك ديري هكا. عندهم اشكال ديال البيتزا. هو كان كيعيش 20 عام هو في ايطاليا، استقر هنا في المغرب، وهو السند ديالي في هذا الشيء ديال العجائن كيوريني. هنايا شوفوا المرحله كيفاش دايره. هما راه كيخدموها في كيديروا كيكون عندهم واحد السوبيرات كبار بالغليق ديالهم باش ما كتخرجش للهواء ديالها. انا غندير لها غير هكا، نغطيها وغنخليها تخمر. وقسمتهم حيت غادا تخمر، ما درتوش مقاربين حيت مازال غتخمر لينا. هنا هاد المرحله ملي كتقطعيها وتخليها تخمر، هنا غتجيك البيتزا مزيانه.
راه كتخمر اكثر من هكا، ولكن صافي انا هو القياس اللي بغيت. قد ما خمرات لك هنا، هذه اللي بغيت نشرح لكم، انا غنوريكم. هاد الا كانت الطريقه اللي درت اللي قلت لك تلفيها 3 الخطرات ديريها وتلفيها مزيان، صافي راه البيتزا ديالتك لي باط ديالها واعره. اللي كلاها عندك غادي يسولك يعني واش مصاوبها ولا شارياها. هنا ما كتسمحنيش في التكراس لان العجينه ديالتنا مزيانه. نتمنى نكون وضحت من القلب ديالي. هنا عمر ليا تريكو دايره على حساب ايديا كيبانو بزاف، هو تاع المبر هز ليا الدقيق فيه. استسمح. هنايا درنا الزعتر ودرنا المطيشه. هنا راه كان عليا ندير الزيت، باغا ندير الزيت العود في لي باط. واحد المرحله غنخدم الاخرى غنوريها لكم. خاصني ندير الزيت العود عاد باش ندير الزعتر عاد باش ندير لي باط، لان قال لي الزوج ديالي في الطاليان كيديروا الزيت العود في لي باط ديال العجينه، ما كيعجنوهاش معاها. يعني هما كيخدموا داكشي كثير، شحال قدام يديروا ديال الزيت العود. كيديروا الزيت العود في هاكا، ملي كيكونوا يعجنوا كيديروا الزيت العود، ومني كيحطوها كيديروا الزيت العود عاد باش كيديروا لاصوص ديال المطيشه، باش ما كتجيش ناشفه وكيجي فيها واحد المذاق زوين. كيلوحوا الزعتر فوق العجينه. هنا غندخلها. ندير هذيك نديرها في الطاوه الصغيره. العجينه ديالنا كتهز واحد السهوله، ها نتوما، وغنقادها. وشوفوا راه كتشوفوا فيها مطلوقه، صافي كتساعدك. الطريقه ديال العجينه هنا درت زيت العود. هاد المرحله زوينه صراحه، كتجي واحد المذاق غزال فيها واعره. هنا خرجت البيتزا ديالنا. بالنسبه بغيتي ديري كلشي وتدخليها في مره واحده، بغيتي ديري لاصوص تعاودي تخرجيها لك الاختيار. درت انا لاصوص وعاد باش عاودت رجعتها باش الفرماج ديالي يبقى يبقى فيه واحد المذاق وما تحرقش ليا داك الفرماج. هنا دخلت الفرماج يعاود يطيب، خرجت هذه. بالنسبه داك الفرماج غير مقطع، ماشي ديال الساشي، لا، فرماج ديال موتزاريلا قطعناه مورصوات كبار. هي البيتزا ديالنا خرجتها، كانت زوينه وواعره، وزعما تشوفوا شي حاجه اللي كتستاهل، يعني فضلا ليس امرا. وغزاله تبارك الله وزوينه ما شاء الله. نتمنى من الله ديروها في البيت ديالكم. وكانت هذه البيتزا اللي غنشارك معكم. انا كنشارك معكم يوميا شي حاجه درتها في الدار. هذه درتها بالفلفله، اخرى حتى هي كذلك ومثال. عندنا داك البذور الخشخاش، هنا غنقطعها قدامكم. هذوك الحواشي هذوك الحواشي ديال البيتزا كندير عليهم مطيشه باش يبقى لنا فيهم واحد البنه، ما يبقاوش بيضين. ومني كتخرجيهم دهني بشويه، دهنيهم بشويه الزيت، لا شويه الزبده الا كانت عندك باش ما يجيوكش قاصحين. هنا شوفوا البيتزا ديالنا صراحه زوينه غزاله ما شاء الله. لي باط هذيك الباط ديالنا من طيبه مزيان. الفرماج عندنا زوين. كانت هذه البيتزا ديالتي شاركتها معكم، وضروري تفرجوا في الفيديو من الاول حتى الاخر والطريقه ديال العجينه باش تجيك البيتزا واعره. بالنسبه لهذه قرصتها بالسميده، قرصتها بالفينو، هذاك الفينو الرقيق، بغيت نقول الفينو قلت السميده، باش كتجينا لي باط واقفه. انت بغيتي لي باط قاصحه شويه بحال المقرمشه، بغيتيها ما مقرمشاش كتعجنيها كتقرصيها بالفورس. هذه ها هي مقرصه غير بالفورس. شوفوا
والاخرى كيبغيوها الوليدات كيقولوا لي بغينا ماما نعضوها في ديك القرماشه. كندير ليهم السميده ديال الفينو. انا غنوريكم مزيان. شوفوا كيفاش كيجي الشكل ديالها. غادي نرجعها كيف ما كانت. ضروري تجربوا هاد البيتزا صراحه، تحيدوا العكز وكناخذوها في الصراحه ما كناخذوها بواحد الثمن، راه كناخذوها ب 30 درهم موتزاريلا. علاش ما نديروهاش في الدار؟ وربما 4000 ريال كتاخذي ديال البيتزا ولا 3000 ريال كطلع لك رخيصه في الدار. بسلامه عليكم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. الله يسهل.